السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه باذن الله، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم. اليوم نهار جديد وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله نقدم لكم الوصفه نتاع الخبز ديال الشعير تحت طلب بزاف ديال المتتبعات ديالي. تفضلوا معايا نعطيكم المقادير وطريقه التحضير. هنا قبل ما غادي نبداو العجينه ديالنا غادي نوجدوا الخميره. غنديروا واحد 2 معالق كبارين تاع الخميره، حبيبات ولا خميره معجونه. غنديروا معها شويه ديال السكر، وغنديروا شويه ديال الماء دافي ونخليوها على جنب تفاعل. غنخلطوها مزيان. بالنسبه لهاد الخميره ديال البنات انا اللي صايبتها في الدار، ان شاء الله نقدمها لكم ان شاء الله في شي فيديو قصير الا بغيتو توجدوها في داركم وتحتفظوا بها. هنايا البنات غندوزو نوجدوا الطحين ديالنا. الطحين هنا عندي الطحين ديال الشعير البنات اللي شريته عند مول الماكينه اللي كيطحن القمح وتيطحن الشعير. تتقولي له عطيني الطحين ديال الشعير سيعطيه لك. هنايا راه مغربل وعاود تغربلته انايا عاوتاني في الدار. هنا خديت كيلو نتاع الطحين ديال الشعير غادي نكبوه هنا. من بعد خديت واحد الرابعه نتاع السميده ديال الشعير، هذه اختياريه الا بغيتو ديروها ديروها، ما بغيتوش ما ديروهاش. خديتها فزقتها في الماء واحد 3 سوايع قبل، خليتها راقده في الماء حتى شربت هذاك الماء ديالها. غادي نضيفها من الداخل باش كيجي داك الخبز ديالي معلك من الداخل، ما تيجيش ناشف. عندي عاوتاني رابعه ديال الفورص. الدور ديال الفورص هي انه يخلي لنا هذا الخبز شي شويه رطب، حيت كنعرفوا الشعير يابس البنات، غير كتقيسوا العافيه كيزيد يبس. وباش ما يبسش بزاف نديروا هاد شويه ديال الفورص، واحد 2 كيسان ولا 3. انا خديت رابعه، 2 كيسان ونص. بغيتوا الخبز ديالكم يجيكم فشفشه البنات اكثر، غادي ديروا النص ديال طحين الشعير والنص ديال الفورص، باش هكا الخبز يجيكم بحال ديال المخبزات اللي ما كيستعملوش 100% الشعير، تيستعملوا شويه، تيستعملوا النص ديال الفورص والنص ديال الطحين ديال الشعير كيلولبوه في السميده ديال الشعير. هنايا خديت 3 د المعالق ديال الزيت البلديه، وغادي نضيف الخميره ونضيف الملحه على حسب الذوق. غادي نخلط ونجمع العجينه ديالي بالماء يكون دافي. العجينه ما تكونش يابسه البنات باش ما يجيناش الخبز ديالنا شاحت بزاف، العجينه تكون شويه مطلوقه. وهاد العجينه ديال طحين الشعير ماشي بحال ديال الفورس ولا الدقيق الكامل ولا الفيل، راه ما كتجبدش، كتفرتت، هي دايره بحال سميده د الحرشه. هنايا غادي ندلك بالكف ديالي وانا كنضيف الماء. العجينه ما غاديش نديها ونجيبها هكذا كما قلت لكم، راها كتقطع وكتلاصق. ونبدا نضيف الماء وندلك هكا شويه بالكف ونعطيه شويه هكا ديال البنيه. ولا درتو العجانه نفس الطريقه، هي كتعجن وانتم كتضيفوا شويه شويه. تضيفوا الماء غير وحيده وحيده، ما تضيفوش بزاف مره واحده. صافي شفتوا كيفاش داير، راه كيتلاصق البنات، شفتوا يدي، ولكن غادي نحاول معاه غير شويه بشويه. شوفوا كيتقطع، ما كيتجبدش بحال الطحين العادي. صافي غندير له الماء واحد 2 مرات ولا 3 وانا كندلك حتى كنحس به صافي طلق هذاك الجلوتين وطلق ديك الماده اللزجه اللي كتكون في الشعير. صافي غنحاول نجمعو هكذا في الوسط نتاع هذا البانيو ولا في القصعه. صافي شفتوا العجينه طريه، غندهن بشويه د الزيت وغادي نغطيها بالميكا وندير لها زويف نخليها ترتاح ربع ساعه البنات. ما تفوتولاش ربع ساعه تسناوها تخمر لكم بزاف، لا، حيت مازال غادي يخمر في القزادر. يلا نجيبوها هي هذيك. صافي نرد عليها زويف ونحسب لها ربع ساعه. من بعد فاش فاتت ربع ساعه البنات غنوجد الخليط فاش غادي نلولب الخبيز ديالي. عندكم الاختيار، تقدروا ديروا الحمامر بوحدهم، تقدروا ديروا سميده د الحرشه. انا خلطت ما بين الحمامر شويه الطحين ديال الشعير وشويه السميده. بالنسبه للاخوات اللي كيسولوني شنو هما الحمامر، حنا كنقولوا لهم الحمامر. الحمامر هما النخاله الرقيقه. فاش كنلولبوا الخبز كاينه النخاله الغليظه وكاينه الرقيقه. الرقيقه كنسميوها الحمامر. هنا البنات من بعد ما قلبت العجينه ديالي في سطح العمل قسمتها على نص صغيور خليته، غنوريكم شنو غندير به. والنص الكبير غنلولبو على شكل كويرات صغيورين بحال هكا. غنكبرش الخبيزات ديالي، نديرهم غير صغار البنات، ما نديرهمش كبارين بزاف بحال هذا الشكل هذا. ان شاء الله مازال غنعطيكم واحد الوصفه اخرى نتاع الخبز ديال الشعير يكون فيه النص ديال الفورس ونص الشعير، وما غنستعملوش طحين الشعير، غنستعملوا السميده ديال الشعير مفزقه. ان شاء الله باذن الله غادي نصايب لكم ديك الوصفه ونقدمها لكم ان شاء الله باذن الله باش نتوما تختاروا الوصفه اللي بغيتوا.
هذا الخبز ديال الشعير 100% فيه غير شويه ديال الفورص. هنا البنات طريقه اخرى باش تلولبو، خديت زلافه دهنتها بالزيت وكناخذ القياس ديال العجينه وكنلولب غير بديك الزلافه باش هكا الا كان تيتلاصق لكم بزاف ولا شي حاجه تقدروا ديروها الطريقه هذه. صافي كنلولب وندوزها في داك الخليط ونحط في اللاطه ديالي د الفران. من بعد ما كنسالي كندير شويه من هذا الخليط هذا وغادي ندوز نقرصهم، ما نقرصهمش بزاف البنات، غير واحد جوج ضريبات هكذا ونحط في اللاطه. خصوش يجي رقيق حيت هو ما كيتنفخش بزاف حيت ما فيهش بزاف د الفورس. كنعاود نقول هذا الخبز ديال الشعير 100% كيجي تقريبا بحال الحرشه، ما كيجيش مفشفش. الوصفه الجايه ان شاء الله غادي يجي مفشفش الا بغيتو هذاك اللي تيكون مفشفش بحال ديال المخبازات. هذا الناس اللي بغاو الشعير نيت 100%. صافي حصفت بدوك الخبيزات هكا دوك الكريسات خليتهم على جنب وغندوز نصايب هذه اللي قلت لكم غنصايب بها حاجه اخرى. هذه غنسمها بالزيتون، هذا النصيص هذا اللي خلينا من العجينه ونسمها بالزيتون. زيت البلديه راني درتها في العجينه، تقدروا تزيدوا واحد شويه ديال الزعتر هكذا محكوك ما بين يديكم. هاد النصيص هذا ديال العجينه اللي نسمناه بالزيتون غنديرو على شكل باكيطات صغيورين، كيجي غزال في الفطوره البنات. هاد الباكيط هذا اللي كيكون فيه الزيتون، الشعير والزيتون وزيت البلديه. الماكله زوينه في الحقيقه، كثره في الشتاء. هكذا تنصايبوا الباكيطات ديالنا حتى هما يكونوا صغيورين. هنايا لكم الاختيار، تقدروا تخليوهم هكاك عريانين من الفوق، تقدروا ديروا لهم هاد الخليط هذا على وجههم اللي بغيتو. انا غندير الشكل بجوج، الاشكال بجوج. غندير وحدين فيهم هاد الخليط هاد السميده هذه على وجههم، وحدين غنخليهم ليكم هكذاك باش تشوفوا كيفاش كيجيو هكذا وهكذا. صافي غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. صافي البنات فاش كنسالي هنا كنكون دايره الفران ديالي كيسخن تسخن مزيان، طفيت عليه باش هكا نضمن بلي الخبز ديالي غادي يخمر ليا دغيا دغيا ما يتعطلش. صافي كناخذ هكا واحد الزيزوار كنشرح هكا الباكيطات ديالو والخبيزات، بغيتو تخليوهم خليوهم غير هو كيعطي واحد المنظر زوين. صافي وغنخشيهم في داك الفران اللي هو سخون اللي سخنت وطفيت، هذاك هو فين غنخشيهم نخليهم حتى يخمروا ويطلعوا مزيان ويضاعف الحجم ديالهم، عاد نولي نحيدهم ونسخن الفران من جديد ونخشيهم يطيبوا بحال الطياب ديال الخبز العادي. هنا صافي راهم وجدوا، غادي نقدمهم لكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم. هادو الباكيطات بالزيتون اللي ما فيهم حتى شي حاجه على وجههم، ما درت لهم والو لا حمامر لا سميده لا والو. هادو اللي درت ليهم ديك السميده ولا ديك الخلطه فاش لولبنا الكريسات، حتى هما كيجي المنظر ديالهم زويون تيجيو مفلحين. وهادو الخبيزات ديالنا راه ما تيجيوش طالعين بزاف البنات، كيجيو على حال بحال الحرشه، المهم تيتنفخوا غير شويه وصافي. صافي كنخليهم حتى كيبردوا، كنجمعوهم هكذا في زويف ولا في بلاستيكات ونديرهم في الثلاجه فين ما بغينا شي حاجه كنجبدوها. هاد الخبز هذا كيعجبني نفطر به حتى ندير ريجيم، كناكل منه غير شي شويه البنات وكيشبعني، كنحتاجش ناكل الخبز بزاف. الا خديت طريف هكا في الغداء ولا طريف هكا في الفطور كيشبعني، ما كنعاودش ندور بالماكله. كنقدم لكم الوصفه بالصحه والراحه. ما تنساونيش من اللايكات ديالكم البنات، الله يجازيكم بخير ولا يخطيكم عليا، وخليو لي كومونتير اللي فايت لها جربت هذا الخبز هذا ديال الشعير كيف جاها. السلام عليكم، الى فيديو قادم باذن الله.